تفتكر إيه اللي وصّل دراما رمضان من الإبداع للابتذال؟ ليه فنانين زمان كانوا بيحترموا النقد وفنانين النهارده بيعتبروا أي رأي حقد ومؤامرة؟ مساء الخير، أنا مي وهاحكي النهارده عن مسلسلات رمضان سنة 96 ومسلسلات رمضان سنة 26. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تأكدين يعني مش هيفرقوا في حاجة. بما إننا في رمضان وبما إن دي رابع حكاية في سلسلة حكاياته، فهنحكي النهاردة عن رمضان التسعينات ورمضان النهاردة ونشوف كنا فين وبقينا فين. في عز ما بنشهد رمضان 2026 بكل مسلسلاته وأجواءه وتفاصيله، ونروح لرمضان سنة 1996 ونشوف أعماله كانت عاملة إزاي. من 30 سنة رمضان كان موافق يوم الحد 21 يناير سنة 1996. اليوم ده بدأت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان. الحلقات الأولى مش التانية ولا التالتة، الحلقات التانية والتالتة الناس كانت بتستناهم بفارغ الصبر عشان تعرف ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية. شهد رمضان 96 مجموعة مسلسلات عددهم كان حوالي 11 مسلسل. أهم ما كان بيميز المجموعة دي هو تنوع القصص والقضايا اللي كانت بتناقشها. هنلاقي مسلسل زي الحفار، المسلسل قصة حقيقية مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية عن تدمير حفار البترول الإسرائيلي من خلال الضفادع البشرية المصرية. الحفار اللي المفروض ينقب عن البترول في سيناء وقت احتلالها بعد نكسة 67. مسلسل بينتمي لمجموعة أعمال الجاسوسية والمخابرات وكان من بطولة يوسف شعبان وحسين فهمي. مسلسل كمان زي الوتد اللي كان من بطولة الفنانة الكبيرة هدى سلطان واللي بتدور أحداثه في الريف المصري عن الست فاطمة ثعلب، الست الحازمة القوية اللي بتمشي كلمتها على الكل في سبيل ترابط أسرتها. بيناقش المسلسل أفكار كتير زي آثار التسلط في الرأي، صراع الأجيال بين العادات والتقاليد. مسلسل تاني مهم جدا زي نصف ربيع الآخر من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، فادي عبد الغني وإلهام شاهين، واللي بيناقش صراع بين القيم والمبادئ والصمت عن الفساد مقابل ثروة ضخمة والكثير من الإغراءات. المسلسل اللي مشهد المرافعة بس في الحلقة الأخيرة منه ربما بتاريخ مسلسلات كاملة من بتاعة النهاردة. ولكنني اكتشفت إن أنا الضحية يا سيادة الرئيس. لم أزد عن كوني ساترا جت تبنيه وتعليه عشان تقف وراه وتختفي عن أعين العدالة. إنني أتراجع معتذرا عن كل ما قلت في الجلسات السابقة. ومسلسلات كتير تانية شهدها موسم رمضان سنة 96 زي من الذي لا يحب فاطمة، ساكن قصادي الجزء الثاني، ويوميات ونيس الجزء الثالث، وترويض الشرسة. أعمال كتير قيمة بتصنف النهاردة إنها من كلاسيكيات الدراما المصرية. الحقيقة كمان إن على رأس كل هذه المسلسلات صدر سنة 96 واحد من أهم مسلسلات الدراما المصرية على مر التاريخ، وهو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، نور الشريف وعبلة كامل بذات نفسه. المسلسل اللي مفيش حد ما يعرفوش ومفيش حد ما بيحبوش، المسلسل اللي أصبح من الثوابت ومفيش حد يقدر يقرب من الريموت ويغير القناة وهو شغال لأنه ممكن يتحرق لو عمل كده. ليس لأي شيء غير حبنا الكبير ليه، لأنه عمل عظيم حقيقي على كل المستويات. من 96 ل 26 لسه فرح ثانية لوحده مازال حدث ولسه ترند لحد النهاردة. الفرح اللي كل ما بشوفه بتساءل يعني هو المؤلف كان دماغه فيها ايه وهو بيكتبه وبيتصوره، الحدث ده اترسم ازاي في دماغه. الحقيقة انه يا بخت المواطن المصري اللي كان عايش سنة 96 وكان بيخلص فطاره ويتفرج على المسلسلات الجميلة دي كانت مجرد نظرة سريعة على مسلسلات رمضان سنة 96. فجعلنا نتساءل يا ترى كيف أصبح حال الدراما المصرية بعد مرور 30 سنة بكل الأحداث والتغيرات اللي فيها. تيجوا نرصد التغيرات ونعرف ايه هي المستجدات. بداية كده بعد ما كانت مسلسلات رمضان سنة 96 حوالي 11 مسلسل بس، رمضان السنة دي بيشهد أكتر من 40 مسلسل متنوعين بين مسلسلات ال 15 وال 30 حلقة، لكن أكترهم هي مسلسلات ال 15 حلقة. وبعيدا بقى عن عدد المسلسلات وأعداد حلقاتها، حصلت خلال ال 30 سنة اللي فاتت دول ثورة الإنترنت واللي كانت سبب في تغيرات كتير وفجوة كبيرة بين الجيلين على جميع الأصعاد. الطفرة دي خلقت حاجات جيل التسعينات عمره ما كان يتخيلها قبل كده، منها إن زي ما قلت من شوية يوم 21 يناير سنة 96 بدأت تذاع على التلفزيون الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان. لكن في رمضان النهاردة بينزل على المنصات أول حلقتين 3 من المسلسلات اللي هتتعرض، مش بس أول حلقة، وتقدر تدخل تتفرج عليهم وتعيدهم وتزيدهم في أي وقت. وانتهت لذة الانتظار وتوقعات أحداث الحلقات القادمة والتشوق لمعرفة إيه اللي هيحصل. مش بس كده، أسوأ شيء بالنسبة لي هو إنه مع إتاحة الحلقات
بالشكل المبتذل ده أصبحت كل الأحداث محروقة، لأنك لو بس فكرت تغفل شوية بعد الفطار واضطريت بس إنك تأجل فرجة على الحلقة لأي سبب وغلطت وفتحت فيسبوك ولا أي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا، تلاقي مقاطع من الحلقة جاية لك لحد عندك بتعدي قدامك كده غصب واقتدار، ولو مش مقاطع فهتلاقي التايم لاين كله صور وعليها السكريبت كامل، واللي هو احنا لسه هنستناك تتفرج، خد في وشك أحلى حلقة محروق مع انعدام كامل للذة تتبع الأحداث بشغف ومتعة، عشان احنا دلوقتي بقينا في عصر السرعة ولازم نجري ورا بعض. بجانب كل ده في رمضان 26 بقينا بنشهد ظاهرة غريبة جدا بدأت تجتاح السوشيال ميديا، وهي انه بعد ما كانت السوشيال ميديا وسيلة للتواصل الاجتماعي ومكان تقول فيه رأيك، أصبحت ساحة حرب مش بس بين المشاهدين ولكن بين الفنانين وأصحاب المسلسلات نفسهم. ظاهرة مفادها إن كل بطل أو مخرج مسلسل ما يطلع يزعق فينا ويقول لنا إحنا مسلسلنا رقم 1 وصاحب أعلى نسبة مشاهدة وإثباتات وملفات وسكرينات بترتيب المسلسلات. يقوم يجي بطل مسلسل تاني ويقول لك لا، الراجل اللي طلع قال الكلمتين دول كذاب ومزور، انا اللي صاحب اعلى نسبه مشاهده، انت فاكرني اسكت لك يعني؟ ما انا كمان عندي ملفاتي واثباتاتي. وخناقه فارغه ملهاش اول من اخر. وبعد ما كنا في التسعينات بنستنى حلقه من مسلسل جميل، بقينا نستنى نشوف مين تاني هيشترك في الخناقه النهارده. المشكله الاكبر ان الخناقه دي بتدور على مسلسلات دون المستوى، تقدر تسميها مسلسلات تجاريه، مسلسلات لا تخرج احداثها عن الوصف الاتي: ظلم وقتل وخيانه وسجن وانتقام. هي قصه واحده بتتكرر كل سنه عن بطل ولا بطله بيتعرضوا لظلم شديد فوق الوصف، كل اللي رايح واللي جاي بيظلمهم ويفتري عليهم، ونحيب وعياط وصريخ وفرح. طبعا لازم حد كده يجي في نص المسلسل يتجوز ويتعمل له فرح كبير واغنيه شعبيه جديد، وبعدها البطل يتسجن وياخد درس محترم في السجن، وبعدها بقى يطلع ينتقم ويطلع على اللي ظلموا علينا احنا شخصيا القديم والجديد. ولازم كمان البطل يكون مش عارف هو ابن مين او بيدور على ابنه، ايهما اقرب يعني، وشويه احداث في النص كده خاليه من المنطق تماما وكانها فيلم هندي. كده جمعنا التوليفه التمام، وخد عندك احلى مسلسل رمضان، وحاجه يعني قمه الاستخفاف وعدم احترام عقليه المشاهد. وكل العبث ده مكون من شخصيات كرتونية وأداءات مفتعلة جدا لا تخلو من الزعيق والتبريق والصوت العالي لحد ما تطرش. والله يعني في رمضان ده عدى قدامي مشهد من مسلسل ما كده، لقيت واحدة بتترزع قلم بدون أدنى داعي أو منطق، تصعيد أمور غير مبرر، وبعدين قامت خناقة وزعيق بقى ملوش نهاية. ما استحملتش أكمل دقيقتين من الصداع، يعني معرفش الناس اللي بتتفرج على 30 حلقة من العبث ده بتكملهم إزاي. أزيدك من الشعر به على الهوا، المسلسل بيتصور على الهوا. اغلب المسلسلات السنه دي بتنزل حلقه بحلقه وبتتاخر عشان المسلسل لسه بيتصور وبيتمنتج، تصوير ومونتاج على الهوا. بينما احنا قاعدين بنفطر ومستنيين نقوم نشوف الحلقه حصل فيها ايه النهارده، بيكون الفنان والفنانه في اللوكيشن بيصوروا الحلقه اللي المفروض تتذاع كمان ساعتين تقريبا. رمضان كان بيجي كل سنتين والسنه دي فاجئنا وجاه بدري سنه، فالفنانين اتخضوا وبداوا يقوموا يصوروا اي حاجه. تفتكر المسلسلات اللي بتتصل دي هيكون شكلها ايه بس؟ وعلى فكرة كمان فوق كل ده ممنوع انك تنتقد حاجة او تقول رأي، يعني لو حبيت تقول في كومنت ان الفنانة بتزعق وصوتها عالي وان ده مش تمثيل اصلا، هتلاقي المؤلف ذات نفسه بيرد عليك وبيقولك هو انت لسه هتقول رأيك؟ هو ده التمثيل، انت ايش عرفك انت؟ مش عارفة اما توصل لدرجة ان الجمهور ما ينفعش يقول رأي، امال العمل الاسود ده موجه لمين؟ دي عينة المسلسلات اللي بتتسابق على اعلى نسبة مشاهدة. مش عارفة هما بيتسابقوا على ايه الحقيقة، لا هما بيتسابقوا فعلا، بيتسابقوا على ترتيبهم في طي النسيان. الحقيقة ان موضوع المشاهدات ده عمره ما كان دليل على الجودة او النجاح او تقديم عمل فني حقيقي. بالعكس، يمكن كل اصحاب الاعمال اللي طلعوا علينا مستندات المشاهدة اعمالهم كلها تعبانة ولا تمت للابداع بصلة، وحتى لو حققت مشاهدات ما حصلتش في التاريخ فهي برضه هتظل مجرد اعمال تجارية وعمرها ما هتعيش، وبعد سنتين محدش هيفتكر حتى اسمها، وعمرها ما هتكون لن اعيش في جلباب ابي وكل اللي زيه اللي عايشين من 30 سنة ولسه هيعيشوا وعمرهم ما هيموتوا. وعلى فكرة تحقيق الأعمال الهابطة المكررة المهروسة دي مشاهدات عالية مش حاجة حلوة، جايز تكون مؤشر نجاح لأصحابها لأنها عمل تجاري بيلم شوية فلوس، لكن في الواقع وعلى المستوى الفني هي مؤشر خطر، لأنه لما الأعمال دي تحقق أعلى نسب مشاهدة فده معناه انحدار الذوق الفني للمشاهد، وده ما حصلش فجأة النهاردة ولا امبارح، لا ده حصل بشكل تدريجي على مدار السنين الأخيرة اللي فاتت من كثرة تقديم الأعمال الهابطة. فالمشاهد البسيط الغير واعي شوية اتعود على النوع ده من الابتذال والسفه. طيب يا ترى هل ده هو كل ما أصبحت عليه الدراما المصرية؟ الحقيقة إنه الحمد لله لا، لسه في بصيص من الأمل، لسه في من وسط 40 مسلسل اللي اتقدموا في رمضان 26 كم مسلسل بيحترموا المشاهد ومش بيستخفوا بيه، لسه في مبدعين بيتعبوا وبيقدموا فن حقيقي يعيش. مسلسلات زي عين سحرية، كان يا مكان، اتنين غيرنا، وحكاية نرجس، قصص مختلفة، قضايا، صراعات، تمثيل حقيقي، هيجي وقت هنتكلم عنهم ونديهم وقتهم ونستمتع بتفاصيلهم. وعلى فكرة كل أصحاب الأعمال الجميلة دي
محدش سمع لهم صوت، مفيش سباق، مفيش مستندات، مفيش خناقات، مفيش دوشة، في نجاح وإبداع وبس. كل الدوشة والزعيق جاية من أصحاب الأعمال اللي كلها زعيق. علاقة عكسية، لأنه لما حد يطلع يقول عن نفسه أنا ناجح وأنا رقم واحد بيبقى في الحقيقة مفتقد للنجاح، لأن اللي بيتكلم عن حاجة طول الوقت بتكون ناقصاه. فالجامد ما بيقولش على نفسه إنه جامد. وفي النهاية العبرة الحقيقية إنها عمرها ما كانت بالمشاهدات والأرقام، ولكن باللي بيسيب أثر وبيقدم فن حقيقي يعيش. وزي ما لن أعيش في جلباب أبي ونصف ربيع الآخر لسه عايشين لحد النهارده، حكاية نرجس وعين سحرية بعد 30 سنة هيكونوا عايشين وليهم مكان. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.